وعنفني قلت له شلون؟ قلت له أنت يعني أول ما رأيتك من سنوات تسألني أين محلك من الإعراب، كيف هيك أبدا، لو كان ورائي لغربني. فذكرته قلت الشيخ أنت كتبت في إحدى الكتب إن الحديث الذي يقول خذوا نصف دينكم عن هذه الحميرة لا يساوي فلسا، فقلت له ابتداء من اليوم لا تساوي فلسا عندي. وقبل 3 أشهر 4 أشهر استقدمه الجنرالات الجزائريون وكتب مذكراته ونزل في كأنه لقيني بصفة عابرة في مكان، ونسي أنهم أشركوني في هذا المحفل. إذن وغيرهم، الشيخ حميد الله رحمة الله عليه الذي تتلمذت عليه في فرنسا، ونسي أنه كتب في كتب الفرنسية وأن هذا الانقسام الشيعي السني سنتجاوزه بالزواج بين الكذا. فعندما جاءت الثورة الإسلامية فتاة جزائرية تزوجت إيرانيا فقيل لها إن الشيعة كفار، فجاءتني فأعطيت لها فوتوكوبي من تلك الصفحة، قلت لها هذا كتبها قبل 7 سنوات، قلت له هذا مذهب الإمام الشافعي، يعني ما قبل الثورة وما بعد الثورة، يعني تغير مذهبه. يا أمة ضحكت من قبلها من عقلها الأمم، أنتم تصدقون أن الحكاية هي حكاية شيعية وسنية؟ كلام حكيش. مرات أنفعل، قلت والله لو كنت أحمد نجاد إلا آخذ تليفون أكلم مبارك، هذا باراك مش مبارك، أكلم باراك أقول له شوف السفارة هذه اللي أعطيتها الأسافل الفلسطينيين مش الشعب الفلسطيني، السافل العباس التي أعطيهم هذه السفارة، أعطاها كان في إسرائيل أعطوها الفلسطينيين، وأنا حضرت حفل افتتاح والله وقسما بالله كانوا يسخرون من الثورة الإسلامية، وعملوا حفل، والحرس الإسلامي برادير رشيد قال هذا يكفي فقراء إيران، كيف هذا إسراف هذا؟ قلت له ما رأيتم شيء. تصوروا أن أحمد نجاد يكلم يقول خذوا السفارة هذا، شو يعمل؟ ماذا سيعمل؟ تركيا السنية معترفة بإسرائيل، مصرائيل، أنا ما عدت نقول مصر، مصرائيل ورئيسها إيهود مبارك معترفة بإسرائيل، ويذبح جارها وأخوها الشعب الفلسطيني العربي السني المجاور، وبين قصفين وتدميرين زيارات متكررة لإسرائيليين، لحكام إسرائيليين. أنتم تريدوا تصدقوا أن الحكاية سنية؟ طيب الشعب الفلسطيني سني شيعي؟ أنتم ما تغاروا على أهلكم؟ أين الشيعة والسنة الحكاية هذه؟ إذا كانت التشيع موالاة لعلي لا تقض مضاجع الظالمين فلن تزعج أحدا، يبرئ الإنسان نفسه بأنه يوالي عليا ولا يتحرك. أما إذا كان التشيع حسينيا وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، هنا يصبح عامل تثوير وإثارة في العالم، يصبح هنا تحريك، عامل تحريك. وطبعا الجهات القوية في العالم يجب أن تأخذ حيطتها وتحيط وتحوط. وجاءت حملة الكتب وجاء دور المجوس، أطنان من الكتب أرسلتها لنا السعودية في كل المساجد في أوروبا، غيرة على ما يزعمون، غيرة على الشيعة، على السنة. ولكن الحديث أول شيء إذن يجب أن نفهم أن الأمر يتعلق بتحرير أمة الإسلام. إيران تستطيع أن تحل مشكلاتها بقرار واحد، مكالمة تليفونية ترد سفارة إسرائيل إليها،
وانتهى، وتزود إيران بمئات المحطات النووية وتسلط على الحمر المستنفرة من قبائل العرب، وتسلط عليهم من غير حساب. شرط سيبك من فلسطين، سيبك انسحبي، وتقول مثل ما كثير احنا لسنا اكثر ملوكية من الملوك من الفلسطينيين، الفلسطينيين يتفاوضوا، خليهم يتفاوضوا، ايش دخل ايران؟ وفي ايران كثير ممن يقول هذا. لماذا نعرض بناء البلاد 30 سنة لأناس حاربونا، شنوا علينا الحرب تاع صدام، حاربونا بالإعلام، يحاربون في إيرانيين كثير وليسوا من معادين للعرب، سيبنا من معادين، بس ممن يقول لك طيب شو احنا العرب صار منذ الثورة اعطينا تبنينا قضيتهم اكثر منهم، كل العرب بدهم يبيعوها رخيصة، وتقول ايران لا، خط احمر. ولكن الجمهورية الإسلامية لا تستطيع ان تفعل هذا، ان تتصرف بالمنطق الملي، المنطق الوطني، لان وصية الامام، لان فهم الامام هذا ميراث. تموت الجمهورية الإسلامية وما تتخلى عن قضية فلسطين، ولهذا لا تستطيع. وهذا الخط الأحمر هو الذي لا يقبله الغرب، هذا الذي لا يقبله، ولا دخل للشيعة والسنة. أما الموضوع تاع السنة والشيعة، في 77 عملت في فرنسا شهادة أغريغاسيون، أعلى شهادة بعنوان مسلم هيستوريوغرافي، كتابة التاريخ عند المسلمين. وأنا تربيت في الأوساط السنية، وكان الصحابة رضوان الله عليهم، وأعطيت الإيمان في باكج، في وان باكج فيه الله ومحمد والصحابة. احنا بدينا نقرأ مستشرقين شارل